فضل بصراحة يعمل كتير قوي، وأنا مفيش غير عينيا اللي مبرقة وشفايفي. وبصراحة أنا كنت بتعب جامد، كان هو دايما يخليني أتعب لأنه هو غشيم جدا. قلت له لأ، كده أنت هتعملي مشاكل في المدرسة وأنا كده هزعل منك. خليها بس كده إيه، لما نكون أنا وأنت في الفصل لوحدنا واللي أنت عايزه أعمله. قال لي بصراحة أنا مش بقدر أمسك نفسي وأنا وموجود معاكي، بحس نفسي إن أنا أعصابي بتسيب. قلت له يا راجل عيب عليك، أعصابك تسيب؟ هو أنت مش عارف تمسك نفسك شوية؟ قال لي بصراحة أنت تفاح، وأنا بصراحة عايز كل شوية هقعد معاكي. ايه رأيك بس نقعد في الشقة بتاعتك بس يومين، واللي انت عايزاه هديهولك. قلت له لا، انا مش باخد فلوس علشان خاطر الموضوع ده، انا الموضوع ده بعمله بس مزاج مش اكتر. يعني لو انت عايز تجيني انا مش محتاجة فلوس. خلاص كده فهمت قصدي؟ قال لي اه، انا فهمت قصدك وانا هجيلك. وخدت معاه ميعاد. وطبعا يا جماعة القصة دي حصلت معايا بالفعل، وأنا هكمل لكم كل تفصيلة حصلت في القصة دي. طبعا هو كان راجل كبير بس كان مدير المدرسة، وكل شوية كان دايما بيرقيني وبيديني راكد كويس علشان أنا متمكنة من اللغة العربية. وبصراحة كان بيديني شهاية تقدير كتيرة قوي، وده كله علشان أنا جميلة وحلوة وعاملة كده زي الفرسة اللي عايزة خيال. وهو بصراحة كان راجل كبير بس طبعا كان مدير المدرسة، وجاني كده واتكلم معايا كذا مرة، وبدأ كده يقرب عليا أكتر علشان أحس معاه بكل إحساسي، ويخليني أوافق على أي طلب هو يطلبه مني. طبعا بصراحة أنا ضعفت قدامه وما كنتش قادرة أكمل أي حاجة. كل اللي أقدر أقوله كنت بقول له حاضر على أي حاجة كان بيطلبها مني. وأنا يا جماعة وحيدة، واتجوزت قبل كده واتطلقت، وبعدها اشتغلت في المدرسة، وهو من جمالي خلاني دايما في المستوى العالي. علشان كده كان كل شوية بيديني فلوس زيادة، وأنا بصراحة كنت بفرح جدا لما كنت باخد منه فلوس زيادة، علشان خاطر أنا أهلي محتاجين فلوس، وأنا دلوقتي بحاول أشتغل علشان أجيب لهم الأكل والشرب. لكن اتفاجأت منه هو إن هو كان طالب مني غرض معين أنا ما كنتش فاهماه. هو طبعا كان عايز حاجات اللي انتوا عارفينها دي، كان دايما بيطلبها مني، وانا كنت بتهرب منه وبقول له حاضر علشان خاطر ايه، يعني عشان ما اخسرش شغلي ولا هو ما يمشينيش من الدراسة اللي هي بدرس فيها. بس هو كان مصمم على فناه، لحد ما في يوم جاني في الفصل وعمل كل حاجة وقال لي بصي أنا مش مستحمل وأنا عايزك ولازم تيجي معايا دلوقتي. قلت له ازاي يعني، هو أنت سخن؟ قال لي اه أنا سخن ملهلب ومش هقدر أستحمل أكتر من كده، يلا دلوقتي يا إما نروح مكان. قلت له لا، هنا ما هينفعش، هنا لو حد شافنا أكيد هتبقى مشكلة. خلاص أنا همشي دلوقتي وهروح الشقة وانت تعالى ورايا. قال لي ماشي. روحت البيت ورحت طبعا قلت لأهلي لازم نروح نزور قرايبي. لما رحنا هناك نزور قرايبي، طبعا رجعت تاني أنا قلت لهم إن المدرس محتاجني وشكله في حاجة نسيها معايا. طبعا أنا اتهربت كده من مين؟ من عند أهلي، ورحت لمين؟ رحت للمدرس. وأول ما رحت له هناك قعدنا أنا وهو في الشقة، لقيته المسائل عنده كبيرة أوي، كبيرة يعني مش عارفة أوصفها ازاي، بس هو كان كبير. وأول قعدنا مع بعض، أول بس ما شفته كده من بعيد كبير جدا، حسيت نفسي إن أنا هيغمى عليا
وحسيت نفسي إن أنا عايزة أمسك فيه مسيبهوش، لأنه الحاجات دي إحساس ومشاعر، وأنا بصراحة عندي إحساس كتير قوي، وعندي مشاعر قاعدة من سنين محدش حركها خالص. لكن بجد الشخص ده كان عنده الموضوع ده بيحبه قوي، وكان كل شوية عايز يعمل معايا في أي مكان، حتى تحت التختة. قال لي دلوقتي أنا بصراحة في الوقت ده ما عرفتش أمسك نفسي، قلت له خلاص يلا دلوقتي. بدأت إن أنا أعمل حاجات معاه حلوة، وهو يعمل لي خلفي كده، وحاجات كتيرة قوي عملناها أنا والشخص ده. فضلنا حوالي بتاع 3 ساعات واحنا عمالين نعمل، لحد ما أنا جبت كل الإحساس بتاعي، وهو كل المشاعر بتاعته طلعت عليا، وطبعا اتغرقت خالص. وزي ما انتوا عارفين اللبن ده كتير قوي. بصراحة أنا أكتر حاجة حبيتها لما أنا شربت كوباية اللبن، لقيتها جميلة جدا. وبعد كده لقيت نفسي إن أنا دايخة، وبقول له انت عملت فيا ايه؟ بيقول لي انا ما عملتش حاجة، انا بس طلعت الحرمان اللي كان عندي، وانت يعني دايما خليكي معايا على طول، ولو عايز راتب زيادة انا هديكي. قلت له بس انا كده هتعب قوي، لان انا عندي حاجات كتيرة قوي بتخرج مرة واحدة، فكده انا هتعب، خليها كده ايه في الاسبوع مرة او 2. قال لي لا، انا عايزك كل يوم، وشوف انت عايزة كام فلوس وانا هديكي. قلت له خلاص ماشي. بعد كده يا جماعة فضلنا مع بعض لحد 5 شهور، وال5 شهور دول فضلنا كل يوم نعمل، وطبعا كل مرة بيحاول يعمل لي خلفيات جديدة علشان أحس بالراحة والسعادة والحب والمشاعر معاه. ده دايما كان بيجي يعمل حاجات غريبة قوي علشان أعرف أتعامل معاكي بكل حب وإحساس. فضل بصراحة يعمل كتير قوي، وأنا مفيش غير عينيا اللي مبرقة وشفايفي. وبصراحة أنا كنت بتعب جامد، كان هو دايما يخليني أتعب لأنه هو غشيم جدا. وزي ما عرفتكم الراجل ده بيحب الحاجة دي، يعني مش عارفة أوصف لكم قد إيه. شفتوا الراجل اللي دايما بيكون المسائل عنده واقفة على طول كده، مجرد بس ما يبص على أي واحدة؟ هو الراجل ده كان دايما كده. وأنا بصراحة ما كنتش بستحمل الموضوع ده، لحد ما هراني خالص. بعد كده قلت له بصراحة أنا تعبت، مش هقدر أعمل أكتر من كده، خليها بدل الأسبوع كامل خليها بس يومين بس. قال لي لا مش هينفع وكده. قلت له زي بعض بس خليها كده. قال لي ماشي. بعد كده حسيت الشخص ده ان هو عايز كل شوية، فكرت ان انا اعمل له مقلب علشان خاطر في نفس الوقت ما اعملش الحاجات دي، وفي نفس الوقت اخد فلوس منه. طبعا تخيلوا انا عملت ايه. جبت التليفون ورحت عند الفصل، وخليت التليفون شغال فيديو. وبعد كده هو طبعا قال لي هنعمل فين؟ قلت له بص بصراحة انا تعبانة، ويلا دلوقتي في الفصل. قال لي بس التلاميذ قاعدين. قلت له خلاص انت قول للتلاميذ خلوهم يمشوا، والنهاردة ايه خلاص يروحوا. قال لي ماشي. دخل المدير قال لهم خلاص روحوا النهاردة علشان في تصليح كهرباء في المكان ده، يلا بسرعة. التلاميذ مشوا على طول، وهو جاني ولقيته بيقول لي بقولك ايه انا خايف. قلت له ما تخافش، انا دلوقتي جيت النهاردة علشان اخليك تطلع كل الاحساس اللي عندك. قال لي ازاي؟ قلت له بس استنى عليا. قال لي خلاص ماشي. فضلنا نعمل كده. اول خلفية انا كنت موطية لتحت، وهو من الناحية التانية وشغال ما اقولكمش، شغال بطريقة جامدة. وانا بصراحة كنت عمالة اصوت واصرخ علشان خاطر هو كان غشيم جدا، بس انا استحملته علشان خاطر ايه؟ علشان خاطر انا اكل عيشي ما يتقطعش،
وفي نفس الوقت يعني اخلي الفلوس تجيني، وفي نفس الوقت انا تعبت منه لانه هو هراني جامد، وانا ما بستحملش الحاجات دي. انا ست يعني وجسمي فافي كده، يعني ما ينفعش معاه كده. فبصراحة انا اتضايقت قوي منه، وعلشان كده حبيت اعمل فيه المقلب ده. وبعد ما خلصنا بعد كده قلت له خلاص شبعت مني؟ قال لي لا، انا مش بشبع منك، انت بصراحة تحب الحاجات دي قوي وانا بعشقها. قلت له خلاص انت مش خلصت، لان بجد انا تعبت قوي وانت تعبتني جامد النهاردة. قال لي اعمل ايه بس، انا الشهوة بتاعتي كانت عالية جدا، وعلشان كده حبيت اطلع الاحساس والمشاعر اللي كان موجود عندي. قلت له خلاص ماشي، انا يلا عشان امشي، عشان التلاميذ وعلشان محدش برضو يلاقينا قاعدين في الفصل فترة طويلة. قال لي ماشي. بعد كده يا جماعة انا خلصت وقلت له يلا روح انت عشان البس واغير واظبط اموري. قال لي ماشي. بعدها مسكت التليفون وقفلت الفيديو، وبعد كده ظبطت اموري وجيت طبعا تاني يوم المدرسة. واول ما شافني المدرس هناك وقال لي خد عايزك، قلت له عايز ايه؟ قال لي بكرة عايزك نعمل تاني. قلت له لا مش هنعمل تاني خالص. قال لي ليه؟ قلت له بص، انا بصراحة انا مش هشتغل ولا هعمل اي حاجة، انا هاجي بس اجي في المدرسة كده ابص بصتين واخد اول حصة ومش هاجي تاني. قال لي لا، انت لازم تشتغلي ولازم تعملي الحاجات اللي انا عايزها دي. قلت له ازاي يعني؟ قال لي زي ما بقولك. قلت له طب بصي بقولك، انا عندي فيديو ليك انا وانت مصوراه. قال لي انت اتجنيتي يعني؟ قلت له اه، انا دلوقتي لو الفيديو ده وريته لاي حد مش هيعتبروك ان انت راجل غير وحش، وفي نفس الوقت ممكن تترفد. قال لي خلاص خلاص، يعني انت عايزة ايه؟ قلت له بص، انا وانت مع بعض مش هنعمل اي حاجة تانية، وفي نفس الوقت انت هتديني الراتب. قال لي ماشي اللي انت عايزاه.